تعالوا نعمل اليوم أطيب فطاير بالجبنة بعجينة جدا رائعة وحشوة أجبان خرافية. بالبداية رح نبلش نحضر العجينة. حليب، أحط عليها الخميرة والسكر وأغطيها وأخليها 10 دقايق لا تتفاعل الخميرة. بجات أكبر شوي نزلت الحليب والخميرة، البيضة، زيت زيتون، وبعدين نزلت الطحين، رشة ملح، وبعجنها كتير منيح. بعد ما عجنها مدة 10 دقايق بلم العجينة بهاي الطريقة، بدهن على الوجه زيت زيتون وبخليها لتخمر تماما من ساعة ونص لساعتين أو لتتضاعف بالحجم. لتشكيلة الأجبان ما بتتقيدوا بنوع جبنة معين، المتوفر عندكم بتستخدموه. أول شيء بالنسبة للنابلسية، صفيتها ونشفتها كتير منيح بورق منديل المطبخ، وكنت مقطعة جبنة الحلوم بالصحن وفرفتت عليها الجبنة النابلسية. بعدين نزلت عليها جبنة أشقوان مبروشة ومعلقتين كبار من اللبنة وخلطتهم كتير منيح بهاي الطريقة، وهيك صارت حشوة الأجبان عندي جاهزة. وهيك صارت العجينة معنا كمان جاهزة وخمرت كتير منيح. رح ننزلها على الطاولة ونقطعها لكور متساوية بالحجم، تقريبا حجم الكورة 100 جرام. بس أخلص الكمية كاملة رح أغطيها وخليها ترتاح شوي لتصير جاهزة للتشكيل. وللتشكيل رح نفرد العجينة بهذا الشكل، شكل يكون طولي بيضاوي نوعا ما. بنزل حشوة الجبنة ونكون كريمين بالحشوة. بعدين بسكرها بشكل كامل وبقلب العجينة، وبعدين بسكينة بقصها من النص، وهيك صارت جاهزة. رح نعمل الباقي الكمية بنفس الطريقة. واخر شي بدهنها بصفار بيضة مع معلقتين حليب، وعلى الفرن محمى مسبقا على حرارة 200 من الاسفل لتتحمر، وبعدين بحمرها من الاعلى. جربوها وصحتين والف عافية.